السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنعمل وصفة بقى حكاية للناس اللي بتحب الرز المعمر وكباب الحلة. عملنا الوصفتين في وصفة واحدة. الفيديو ده ليكوا لأنه فعلا الوصفة دي جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. هننزل بقطعة زبدة أو سمنة على النار، نشوح فيها قطع اللحمة بتاعتي. أنا كباب الحلة بعمله المنظر دوت، يعني بشوحه كده، ما بسلقش اللحمة خالص، بشوحها كده لغاية ما تغير اللون بتاعها، شايفين؟ بس قطعي الحجم اللي انت عايزاه، بس احنا عشان هنحطه في الرز فبقطعها صغير. بتشوح وتغير لونها، انزل ببصلايه حلوه كده لغايه ما تدبل شويه، وهنزل ورشه فلفل ورشه ملح، مش هكتر الملح عشان ما ياخرليش سوى اللحمه. بعد كده هنزل بنص كوبايه ميه وتغلي، وبعد كده هدي عليها النار لغايه ما تستوي براحتها تمام. لو ما استوتش اللحمه والميه نشفت، ازود شويه بشويه، يعني ربع كوبايه وربع كوبايه كده لغايه ما تستوي. الرز بقى انا بحب افوكه بحته زبده سمنه وقشطه كمان بلدي حلوه كده، وبعد كده انزل بالحليب وانقعه فيها حوالي نص ساعه. بيدي طبعا قوام وطعم احلى للرز. يفضل ان الحليب يبقى دافي لان الجو برد، فالسمنه والزبده يعني متماسكه معايا، فيفضل ان الحليب يبقى دافي. شايفين بقى؟ ما اقولكوش بقى اللي هو على الريحه. في كان ضيف عندنا ايطالي شم ريحه قال يعني ريحه تحفه، بصراحه فعلا ريحه طعمه قوي. بعد كده هننزل كل الكلام ده بقى في الرز ويتقلب كده مع بعضه، وبعد كده هحط قطعة قشطة كده حلوة على الوش، وهدخله في فرن حامي جدا، بس هفتح له الشواية يتشمع بس كده ويدي لون، وبعد كده هقفل الشواية واسيبه على درجة 200 لغاية ما يستوي تماما. واحلى طبق رز معمر بالكباب الحله ده تعملوه في عزومات في رمضان، في طواجن كده الحلو بتاعتنا في مصر، في منتهى الجمال. نسيت اقول لكم بحط رشه ملح، وبحب احط رشه سكر كده عشان يظبط الطعم، بيدي طعم حلو قوي. وبس يا جماعه، الوصفه دي هايله، جربوها صدقوني هتحبوها قوي قوي قوي. طبعا عايزه تعملي كباب حله لوحده، عايزه تعملي رز براحتكم، بس حطي. بصوا انا بحب اصلا الرز المعمر ده في اي وصفه، في اي حاجه داخل فيها رز بحبه. فجربوا الوصفه دي، انا متاكده انها هتعجبكم. لو عجبتك ما تنسيش تشجعيني باللايك وسبسكرايب وفعلى الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد انا انزله. لكم بالهنا والشفاء، والسلام عليكم.